السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ما قبل العرض. النهاردة مكملين كلامنا مع بعض عن لغة الجسد، وهنتكلم عن علامات الكذب. ازاي تقرا الشخص اللي قدامك تفهم اذا كان بيكذب عليك ولا لا، من خلال حاجات هوضحها لحضراتكم. بس قبل ما ابدا، احنا مش بنتصيد للناس اخطاء، احنا بنقراهم بس. اول علامة معانا وهي الحكة. هتلاقي الشخص بيهرش في مناخيره، في ودنه، في رقبته. ده التفسير بتاعها ايه؟ الشخص ده لما بيبدأ يتوتر لانه بيكذب بيحصل انقباضات في الشعرات الدموية بسبب افراز هرمون الادرينالين، فبالتالي بيرسل اشارات للجسم ان المنطقة دي فيها نبضات، فهو بيحتاج يهرشها. ودي اول علامة هنقدر من خلالها نعرف اذا كان الشخص متوتر وبيكذب ولا لا. العلامة التانية معانا وهي اتجاه نظرة العين. اتجاه نظرة العين بيفضح جدا، وده تبعا للبرمجة اللغوية العصبية. المخ مقسوم الى فصين، فص يمين وفص شمال. الفص اليمين مسؤول عن الابداع والخيال، الفص الموجود في الشمال مسؤول عن الذاكرة. تبعا للبرمجة اللغوية العصبية، لو الشخص جيت تكلمه في حاجة وبالنسبة لاتجاهه هو رفع عينه ناحية اليمين، فغالبا الشخص ده بيألف حاجة من وحي الخيال. اما لو انت سألته سؤال ولقيته رفع عينه ناحية الشمال، فهو بيفتكر موقف حصل قدامه فعلا. كلامنا هنا عن الشخص اللي بيستخدم ايده اليمين، اما لو شخص اشول فاحنا بنعكس الكلام كله. الحركة الثالثة بقى هي وضعية الايدين. الشخص اللي بيكذب او عنده حاجة يخبيها دايما بتلاقي ايده مش باينة تحت الترابيزة، حاططها في جيبه، بيقبض على ايدين الاتنين كده وكأنه حاسس لو فتح ايده هينكشف وهيبان. الشخص الصادق او اللي بيتكلم براحته دايما بتلاقي ايده مفرودة، بيتكلم بثقة ومش خايف يداري حاجة. الحركة الرابعة معانا وهي ابهام الايد. ابهام الايد ده بيرمز للثقة، بيرمز للقوة، بيرمز لحاجات كويسة كتير جدا في شخصية الانسان. فلو ابهام الايد ده انت بتتكلم مع شخص وسألته سؤال لقيت الابهام بيداريه جوه قبضة ايده باللاواعي كده، حاول تركز فيها. غالبا الشخص ده بيكون برضه مخبي حاجة او متوتر وهو بيتكلم. العلامة الخامسة معانا بقى وهي ليها علاقة بالعلامتين اللي فاتوا، وهي لمس البق. تلاقي الشخص وهو بيتكلم ايده دايما جاية تجاه بقه، او حركة الشفايف، او بيتكلم بشكل مش مفهوم. دي غالبا بتدل على ان الشخص جواه حاجة ومهزوز وخايف منها، الا لو كانت دي طبيعية في الشخص اصلا. الحركة السادسة معانا بقى وهي وضعية الرجلين. الشخص المتوتر او بيكذب بتلاقي دايما رجليه من تحت بتتحرك بسرعة، بيهزها، بيغير من وضعيتها. حتى لو جسمه من فوق بيحاول يبين الثبات، ولكن بيكون من فوق مهزوز ورجليه من تحت بتفضحه. العلامة السابعة عدم التناسق بين الكلام والجسد. يعني بيقولك انا مرتاح وتمام، هو بعد عنك بيضحك ولكن بشفايفه بس. يعني هتلاقيه مبتسم، عينيه مفيش اي رياكشن خالص. ده بيدل على ان الشخص بيفيك ابتسامة او بيفيك حديث متوتر من ورا الكلام اللي بيقوله. صوته مهزوز، عينه بتزوغ منك كتير. الحاجات دي كلها لازم لغة الجسد تكون متماشية مع الحاجات دي، واي ديسكونكشن بيحصل بينهم بيأكد لك ان في حاجة غلط. العلامة الثامنة معانا بقى وهي الجمود الزايد او الحركة الزايدة. بمعنى شخص انت بتكلمه فجأة حسيت ان هو بيكذب، جسمه متجمد كله، وكأن لو اتحرك من وضع الجمود ده هيتكشف وهيبان. او جيت تكلمه وتسأله على حاجة ولقيته عنده طفرة حركة فجأة كده، بيتحرك زيادة، حركات متوترة بتوترك انت اصلا. دي بتوصلك ان الشخص ده في حاجة موتراه وبيحاول يهرب منها. العلامة التاسعة معانا وهي التواصل البصري، مقسومة لشقين اتنين. يا شخص بيكذب هتلاقيه بيهرب وبيزوغ بعينه زي ما قلنا قبل كده كتير، يا شخص هتلاقيه بيحدق في عينك قوي عن المعتاد وكأنه بيقولك انا تمام وسليم واللي بقوله ده هو الصح. اقولك على حاجة بقى تجيب من الاخر مع الشخص ده، ولكن الحيلة دي ما تستخدمهاش غير لو فعلا لقيت اكتر من علامة قبل كده، ودي القاضية بقى بالنسبة له، وهي انك تركز في عينه 10 ثواني. لو الشخص هو بيتكلم توتر ورمش، غالبا دي القاضية زي ما قلنا، الشخص ده بيحور. العلامة العاشرة والأخيرة معانا وهي بطء الرد أو إعادة السؤال. بمعنى أنا بسألك أنت كنت فين امبارح الساعة 9 وعملت إيه؟ لما يجي يرد عليك هيقولك تقصد تسأل عن المكان اللي أنا كنت فيه والحاجة اللي عملتها؟ ده يا باشا غالبا بيسرق شوية وقت كده لصالحه على ما يفكر الكذبة اللي هيقولها لك. الكلام التلقائي بيجي من القلب، أما اللي بيتصنع بياخد شوية وقت. خليني بقى اقولك اهم 3 مبادئ تتعامل بيهم مع لغة الجسد. اول حاجة، العلامة لوحدها مش كفاية، لازم يكون في اكتر من علامة ويكون في تناغم بينهم. تاني حاجة، غير توقعاتك. مش لازم كل شخص متوتر هو بيكذب، ولا كل واحد بيتكلم بثقة فهو صادق.
تالت حاجة، لغة الجسد أداة ما نحكمش بيها، هي أداة نفهم بيها الناس اللي قدامنا، احنا مش في محكمة. وفي الختام، كنت مبسوط جدا بوجودي معاكم النهارده. لو حسيت ان الحلقه لمستك ركز فيها قوي، ولو حسيت ان هي تلمس حد من صحابك ابعتها له لو مهتم بيها. وخليك فاكر التحضير بيبدا من قبل العرض، تحضر نفسك صح قبل ما تعرض عشان عرضك يكون صح. كنت مبسوط جدا، الى اللقاء ودمتم سالمين.